السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في حلقة النهاردة هنتكلم عن خريطة صفقات النادي الأهلي في يناير، وهقول لك أبرز اللاعبين المرشحين وأول صفقة رسمية للقلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك ومتابعة وقول لي رأيك في التعليقات. طيب خلونا نتكلم كده عن الصفقات المجانية اللي على رادار النادي الأهلي. كلام كتير انتشر الفترة الأخيرة إن الأهلي هيتعاقد مع صفقات كتير بشكل مجاني في الانتقالات الشتوية. هقول لك أنا موقف كل لاعب بناء على معلومات مؤكدة من داخل النادي. هنبدأ بثلاثي نادي بيراميدز: محمد حمدي، أسامة جلال، ووليد الكارتي. بخصوص الكارتي، اللاعب ده كان على رادار النادي الأهلي في الموسم السابق، ولكن بعد التعاقد مع إمام عاشور وليد الكارتي خارج حسابات النادي الأهلي. إمام طبعا لاعب كبير ما شاء الله، بيأدي بشكل مبهر في القلعة الحمراء، والأهلي مش محتاج لاعب في خط الوسط. ضيف لكده إن الكارتي ده لاعب مغربي أجنبي، والأهلي صفوفه مكتملة بخصوص اللعيبة الأجانب، يعني ما ينفعش الأهلي يتعاقد مع لاعب أجنبي آخر. وعندنا كمان أحمد قندوسي معار إلى سيراميكا كيلوباترا، وبالتالي انسى صفقة وليد الكارتي. المعلومة اللي عندي ان الكارتي اما ان يجدد مع نادي بيراميدز او ينتقل الى الدوري القطري. طيب اما عن اللاعب أسامة جلال، النادي الاهلي فعلا كان مهتم بالتعاقد مع أسامة، ولكن هو جدد مع نادي بيراميدز. نفس الكلام بخصوص محمد حمدي، وبالتالي الاهلي صعب يتعاقد مع لاعب من نادي بيراميدز بشكل مجاني. يعني هنتقل إلى اللاعب الدولي المحترم عمر كمال عبد الواحد. عمر عنده 30 سنة، بيلعب لفريق فيوتشر، مركزه ظهير أيمن أو جناح يمين. الموسم السابق عمر كمال كان قريب جدا من الانضمام إلى القلعة الحمراء، ولكن حاليا اللاعب خارج حسابات الأهلي، وخاصة بعد التعاقد مع خالد عبد الفتاح وعودة كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد من الإصابة. طبعا عمر لاعب كبير مفيد جدا داخل الملعب على المستوى الدفاعي والهجومي، لاعب خبرة وإضافة لأي فريق. فرصة كبيرة لأي نادي أنه يتعاقد مع عمر كمال بشكل مجاني، ولكن وفقا للاحتياجات الفنية الأهلي مش محتاجه في الوقت الحالي. احنا ما شاء الله عندنا لعيبة كتير جدا في الخط الأمامي في مركز الونجات، وكمان عندنا محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، وخالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن، وبالتالي الأهلي أصلا مش محتاج عمر كمال دلوقتي. أما عن اللاعب الدولي أحمد فتوح وإمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي. فتوح عنده 25 سنة، هو الظهير الأيسر لنادي الزمالك والمنتخب الوطني. اللاعب ده عقده هينتهي مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري في الانتقالات الصيفية. حتى الآن لم يجدد لنادي الزمالك، وهو يقدر يوقع لأي فريق بشكل قانوني في شهر يناير. النادي الأهلي أكيد مهتم بالتعاقد مع أحمد فتوح نظرا لإمكانياته العالية والاحتياج الفني. الأهلي محتاج ظهير أيسر سوبر بحيث يكون بديل لعلي معلول السنوات القادمة. طبعا فتوح عنده 25 سنة، لاعب مشروع ولاعب مستقبل. أنا هقول لك الموقف النهائي لأحمد فتوح بناء على معلومات مؤكدة. الأولوية بالنسبة للنجم الدولي أحمد فتوح التجديد لنادي الزمالك والاستمرار مع الفريق، ولكن بشرط الحصول على مستحقاته المتأخرة وتحديد راتب سنوي كبير قد يصل إلى 25 مليون جنيه في الموسم. لو إدارة نادي الزمالك قدرت توفر طلبات فتوح، اللاعب هيجدد للفريق قولا واحدا، ولكن في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية أحمد فتوح هينتقل إلى الخليج أو النادي الأهلي. أكيد الأهلي عرض عليه مقابل مادي مناسب، وهيكون في الفئة الأولى على المستوى المادي. طبعا لما نتكلم عن أحمد فتوح، هو أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري، أفضل بديل لعلي معلول السنوات القادمة بالنسبة للنادي الأهلي. أحمد فتوح باك ليفت متكامل على المستوى الفني والبدني، بيعرف يعمل التوازن في الملعب دفاعيا وهجوميا، والأهلي فعلا تواصل مع وكيل اللاعب من أجل ضمه بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي.
يعني الاهلي الفتره الجايه بقى ممكن يحصل على توقيع احمد فتوح لمده 3 سنوات لو اللاعب ما جددش مع نادي الزمالك. خلي بالك زي ما قلت لك كده، الاولويه بالنسبه له التجديد والاستمرار في الكتيبه البيضاء، ولكن لو نادي الزمالك ما وفرش شروط احمد فتوح الماديه هيشوف بقى ويدرس العروض المقدمة ليه، سواء من الخليج، من الدوري القطري، الدوري السعودي، الدوري الإماراتي، أو الانضمام إلى النادي الأهلي. هو اللاعب نفسه ما عندوش أي مشكلة بالانتقال إلى القلعة الحمراء، وطبعا ما فيش حاجة اسمها انتماء. يعني من بعد انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي اشطب على كلمة انتماء خالص في عالم كرة القدم المصرية. يعني احمد فتوح لاعب محترف، لاعب كبير خبرة، في حالة انتقاله الى النادي الاهلي اكيد هيكون له دور. سيبك انت من قصة انه بيتشرط على النادي الاهلي يلعب اساسي، لا مفيش الكلام ده في الكورة. خلي بالك فتوح عنده 25 سنة وبدنيا واقف على رجليه ويقدر يشارك مع النادي الاهلي في بعض الماتشات. لو انضم علي معلول اساسي وفتوح يشارك اكيد يعني النادي الاهلي عنده بطولات كتير، النادي الاهلي بيكون عنده ضغط في الماتشات، لو انضم الى الفريق هيلعب وهيشارك. مفيش لاعب بيتشرط، مفيش لاعب بيحجز لنفسه مكان اساسي. التدريبات الجماعية هي اللي بتحكم والمدرب بيشوف بعينه. اما عن خريطة صفقات النادي الاهلي في يناير في الانتقالات الشتوية، لجنة الكورة بتخطط للتعاقد مع مهاجم أجنبي رقم 9 تحت السن، بالإضافة إلى مدافع محلي، وهناك أيضا اهتمام بالتعاقد مع النجم الصاعد اللاعب الموهوب محمد حمدي. محمد حمدي عنده 20 سنة، بيلعب لنادي إنبي وبينضم دايما إلى منتخب مصر الشباب. النادي الأهلي لجنة التعاقدات قدمت عرض رسمي لفريق إنبي من أجل التعاقد مع حمدي في الانتقالات الشتوية. المفاوضات حاليا جارية، ولكن الخلاف على المقابل المادي وقيمة الصفقة. نادي إنبي بيتغالى جدا جدا في صفقة محمد حمدي، وعلى فكرة اللاعب ده عنده رغبة بالانتقال إلى القلعة الحمراء في يناير في الانتقالات الشتوية. ممكن يتم تأجيل حسم الصفقة للانتقالات الصيفية إن شاء الله في الميركاتو الصيفي، ولكن النادي الأهلي مهتم جدا بالتعاقد مع اللاعب الموهوب محمد حمدي. ممكن يكون محمد حمدي بديل صفقة أحمد فتوح. حمدي طبعا عنده المقاومات وعنده الإمكانيات الأساسية ومستواه قابل للتطوير، لاعب موهوب جوكر بيأدي في أكتر من مكان دفاعيا وهجوميا، سواء ظهير أيسر باك ليفت أو لاعب وسط رقم 8 بوكس تو بوكس أو جناح شمال. يعني النادي الأهلي يقدر يستفيد منه في أكتر من مركز، والأهلي بيحاول أنه يتعاقد مع محمد حمدي في الانتقالات الشتوية. بخصوص أول صفقة رسمية للنادي الأهلي في يناير، اتكلمنا قبل كده عن اللاعب الدولي أحمد رمضان بيكهام. بيكهام عنده 26 سنة، مركزه مدافع ستوبر أو ظهير أيمن أو لاعب وسط رقم 6، وبيلعب لفريق سيراميكا كيلوباترا. الأهلي يقدر يتعاقد معاه بمبلغ 6 مليون جنيه، لأن أصلا بيكهام كان بيلعب للنادي الأهلي من ناشئين الفريق، انتقل إلى سيراميكا كيلوباترا، ولكن في بند في عقده بيمكن الإدارة من عودته مقابل دفع 6 مليون. الأهلي كان هيتعاقد معاه في الميركاتو الصيفي، ولكن الأمور ما تمتش في اللحظات الأخيرة، فبالتالي أحمد رمضان بيكهام اقترب من الانضمام إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية في يناير إن شاء الله. بيكهام على فكرة لاعب خبرة وعنده إمكانيات دفاعية جيدة، يعني قوي طويل بصير، بيعرف يبني الهجمة، عنده رؤية جيدة. ويعني هقولك إزاي اتسمى بيكهام. في ناشئين النادي الأهلي أحمد رمضان كان بيشوط فاولات بشكل ممتاز، يعني جودة تسديداته عالية جدا، كان بيشوط زي بيكهام، فعشان كده سموه بيكهام، أحمد رمضان بيكهام. خلي بالك اللاعب ده عنده تجارب كتير في الدوري المصري، هو من ناشئين النادي الأهلي، لعب قبل كده لحرس الحدود وادي دجلة وفريق سموحة ونادي سيراميكا كيلوباترا، ولعب مع النادي الأهلي فترة من الفترات، وبالتالي هو لاعب يعتبر مخضرم. ناس كتير بتنتقد بيكهام ازاي ده لاعب مش جيد، لا، اهم حاجة ان كولر مقتنع بامكانياته الفنية
وزي ما قلت لك كده اول صفقه رسميه ان شاء الله في الميركاتو الشتوي هو احمد رمضان بيكهام، والاهلي بقى بيدرس التعاقد مع مهاجم اجنبي رقم 9 تحت السن، لان انتوني موديست طبعا حتى الان لم يثبت نفسه، وكمان يعني محمد حمدي على رادار القلعه الحمراء. انا بقول لك اخر الاخبار المتعلقه بالميركاتو الشتوي، وخلي بالك من دلوقت الإدارة، لجنة التعاقدات، لجنة الكورة، شركة الكورة بيدرسوا ملف التعاقدات والميركاتو والصفقات ومين اللي هيمشي ومين اللي هيجي والصفقات القادمة. أنا بقول لك آخر الأخبار المتعلقة بالميركاتو. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقولي في التعليقات رأيك، وما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. شكرا ليكم، السلام عليكم.